السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين، ورجعت لكم في الحلقة الخامسة من سلسلة شوية سواليف. اليوم الحلقة تقريبا راح تكون نفس الحلقة الثالثة، يعني عبارة عن حلا، وهو حلا الخشخش. حلا سهل وسريع، فإذا يعني إذا شفتوني أسوي حلا أكثر، لأني أنا أحب الحلا أكثر من الأنواع الثانية. وطبعا قبل ما نبدأ أكيد راح أخذ 3 تعليقات من الحلقة الثانية، لأن بصراحة أنا أصور هذه الحلقة قبل ما تنزل الحلقة الرابعة. فأول تعليق هو: انت من عمان، انا من عمان، كم عمرك؟ عمري 10. انت صف كم؟ انا راح اروح صف 6. انا من عمان، صح هذا الشيء. كم عمري؟ عمري 12 سنة. انا صف كم؟ انا راح اروح صف 7 يعني. والتعليق اللي بعده: ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحفظك ويسعدك يا رب. امين يا رب العالمين، الله يحفظ ويسعد الجميع. والتعليق اللي بعده: استمري يا حلوة. شكرا يا حلوين، ان شاء الله راح استمر معكم وعيونكم هي الاحلى. وبس خلونا نبدأ بالفيديو. بس يلا نروح للمطبخ ونبدأ نسوي الحلا. يلا. لحظة قبل ما تروحوا للمطبخ وتبدوا تسووا الحلا، أنا اكتشفت أن الفيديوهات للمطبخ فيها خلل في الصوت، يعني ما في صوت، فطبيعي راح تسمعوني أسجل صوتي، فلا تستغربوا. يلا روحوا ابدوا الأكلة، أتمنى أنكم تستمتعوا. مساء الخير، جينا على المطبخ، والمكونات اللي راح نحتاجها للحلا هو شعيرية محموسة مع الزبدة، وحليب مكثف، وظرف دريم ويب، وكستر بودر، وظرف كريم كراميل، وعلبة قشطة، وبسكويت عشان نحطه تحت، وهنا حليب عشان نغمس البسكويت فيه. وراح نحط المكونات كلها في الخلاطة، واللي هي علبة القشطة، وراح نحط 2 ملعقتين من الحليب المكثف. وراح نحط نص ظرف دريم ويب، ونص ملعقة من الكستر بودر عشان اللون، والظرف من الكريم كراميل. وضفت شوية حليب عشان المكونات تقدر تنخلط مع بعض، وبعدين نخلط المكونات. وبس الخليط خلص، راح أضيف طبقة بسيطة في الصينية تحت من الخليط عشان يعني يكون البسكويت متماسك مع الخليط. أحطها وأدهنها. بعدين أغمس البسكويت في الحليب ونصفه في الصينية كذا. وبعدين نحط الخليط فوق البسكويت.
وندهنها كذا. وبعدين نحط الشعيرية ونوزعها كذا بهذه الطريقة عشان تكون في كل الأماكن. ونحط طبقة ثانية من البسكويت، طبعا لا ننسى نغمسه في الحليب. وبعدين نحط الكريمة أو الخليط كله عشان هذه آخر طبقة. وبعدين نحط شعيرية ونغطي كل الأماكن لأن هذه واجهة الحلا، وعشان يكون شكلها مرتب وحلو نغطي كل الأماكن. وبس بكذا نكون خلصنا، صار الحلا جاهز. نحطه في الثلاجة مدة ساعتين عشان يجمد. وبكذا الحلا صار جاهز. راح أقطعه وأحطه عشان نروح نتذوقه في الاستوديو. يمي، شكله حلو. طعم الكريمة لذيذ. أنصحكم جربوا هذه الوصفة. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسون تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. ولا تنسون تتابعون الحلقات السابقة، راح تظهر لكم هنا. ومع السلامة.